بعدما كانت الأرجنتين المرشحة الأفضل للفوز بكأس العالم، الآن تبخرت كل الأحلام، وشبح الخروج بدأ يلوح لميسي بيديه. الأرجنتين الآن أقرب للخروج من البقاء، ولكن ظهر ميسي بتصريحات أقل ما يقال عنها أسطورية مليئة بالتحدي، قائلا: أطلب من الجمهور أن يثقوا بنا، هذا الفريق لن يخذلهم. هم يعتقدون، يتأملون، يحلمون، يثقون فيك يا ابن البولجار. لا تخذلهم يا ابن روزاريو، لا تخذلهم يا ابن روزاريو. سيقال بعد سنين، سيكتب بعد عشرات السنين، سيروى بعد قرون، سيحكى في يناير في الأعوام القادمة. كان هناك في الكورة أسطورة جاب مونديال وجاب واحد عمل كل شيء ولكن ما جابش المونديال. هذا حاليا مكتوب وهذا حاليا مسموع، فلتغيره يا ميسي. مستحيل، لا خوف عليهم وأنت بينهم، لا خوف عليهم وأنت معهم، وأنت قائدهم، وأنت روحهم، وأنت كبرياؤهم، وأنت هدافهم، وأنت أسطورتهم، وأنت معلمهم. مستحيل، مستحيل، للأرقام بقية. لم يترك مرمى بدون أثر، لم يترك شباكا بدون بصمة، لم يترك حارسا بدون ذكرى. الكل يعرف بأنه سيسجل، وحده يعرف متى وكيف. ملك الغابة، ملك الغابة، هيبتهم، قائدهم، روحهم، كبرياؤهم، شخصيتهم، ماضيهم، حاضرهم، مستقبلهم، أرقامهم، بطولاتهم، إنجازاتهم، أسطورتهم. يا إلهي، قصير القامة، كبير المقام، راعي المهارة والنجومية، الفنان. الله من ضربة، الله من فرجة، الله من فرحة بكورة وكورة ولا بالأحلام. كورة يتكلم فيها الأبدل ويرى فيها الضرير. روعة الأرجنتين اللي ميسي. فرج وتكلم، ما تحتاجش التعليق، تحتاج فقط للتصفيق. فصفق مهما كانت الألوان، صفقوا مهما اختلفت الأحلام. الله يا ألمونيا، إنه الأرجنتيني. ميسي يواصل الأحلام، يواصل الامتاع، يواصل التلاعب بالمنافسين، ولكن أمام ميسي فماش رحمة، ما يرحمش، قلبه قاسي. يا قاسي القلب يا أرجنتيني. شوف العابر للقارات، أول مرة نعرف عبد، نعرف إنسان ممكن يعبر القارات. أنت يا ولد، أنت يا أرجنتيني عابر للقارات، يتقدم بضربة الصواريخ بقوة الدفاع. لحظة، أنا رجع لك المايك. لحظة، خربت الدنيا جابرييل، خليك أنا أعبر عن شعورك وفرحتك. أيوة تفضل. كان ذلك مهم جدا بالنسبة لنا لأننا قاتلنا من أجل أن نكون أبطال العالم. شيء مبهر جدا. سعيد جدا لميسي وللأرجنتين ولأجلي أيضا وللبلد بأكمله.
لست قادرا على الحديث. الجميع أراد أن يفوز الأرجنتين. شعرنا بهذه الطاقة وأشكركم جميعا، وهذا لا يصدق. أرجو أن تعذروني ولكن انتظرنا طويلا من أجل هذا اللقب. شكرا. جابرييل أهداني هذه الكرافتة وأنا عزيز يا جابرييل فخور بأن أحصل على هذه الهدية من جابرييل عمر باستوتا، أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، في تاريخ الأرجنتين، المهاجم الفذ الذي سجل أهدافا كثيرة. ها هو يحتفل مع بلاده مع الأرجنتين بفوزها بكأس العالم في لحظات تاريخية. من حق كل أرجنتيني أن يسعد. طبيعي نشاهد هذه الدموع لأن هذا هو جمال كرة القدم. محمد طبعا ده تأثير كرة القدم، احنا بنعرف نمسك الدموع، احنا عاوزين نعيط بس احنا بنعرف نمسك الدموع. مبروك لكرة القدم، مبروك لميسي على وجه الخصوص اللي قدم بطولة أيقونية ولازم تتبرز بهذه اللقطة. والسيناريو بتاع النهاية يا محمد ممكن تبقى 2-0 وخلاص الأمور تبقى طبيعية، إنما 2-2 3-2 3-3 ضربات ترجيح ونشوف السيناريو ده. انفراد فرنسي يضيع في الثانية الأخيرة. طبعا ده أجمل نسخة في كأس العالم، أجمل نسخة في كأس العالم، وده جاي من حسن النوايا بتاع قطر. هنا أجويرو بعد اعتزاله يدخل أرض الملعب للاحتفال مع ميسي وبقية نجوم الأرجنتين. العيب والميزة في الكرة الأرجنتينية يا محمد إن هم بيلعبوا بمشاعرهم، مشاعرهم جياشة قوي. بس اليوم مشاعرهم جابت لهم كأس العالم يا حبيبي. كرتهم حلوة، جابوا أساطير باتيستوتا مارادونا ميسي، العديد من اللاعبين المميزين. أنا مبسوط لميسي الصراحة، لأنه هو زي ما قلت لك بسطني بقاله 20 سنة. هو مبسوط. بطولة ميسي وليست بطولة الأرجنتين. الأرجنتين كسبت إنما ميسي كسب، كرة القدم كسبت. هذا الرجل اللي كان دايما يقول لك ايه فين مع منتخب بلده، خد الكوبا وخد كأس العالم. العامية يقول لك ختم كرة القدم. ختم اللعبة، عمل كل حاجة في اللعبة.